الاورام الحميده والاكياس الصديديه. دكتور، امتى اعرف ان انا محتاجه دكتور تخصص جراحه وجه وفكين؟ الاول لازم نبقى عارفين دكتور جراحه الوجه والفكين ده منوط بالتعامل مع انهي حالات، يعني يبقى في مشكله في ايه اروح للتخصص ده. مبدئيا التخصص ده موجود في منه تخصص من بشري وفي تخصص من اسنان. التخصص في الاسنان بيبقى منوط اكتر في التعامل مع المشاكل اللي ليها علاقه بعظم الفك والجمجمه. طيب زي ايه؟ اشهر حاجه او ابسط حاجه بالنسبه للمرضى بيتعاملوا معاها هي مشاكل مفصل الفك، في برضو بعد كده مشاكل كسور الفك، مشاكل الاورام الحميده والاكياس الصديديه، ومشاكل تقويم التجميلي بالنسبه للفكين. ده بشكل عام اشهر الحاجات اللي بيتعامل معاها اخصائي او استشاري جراحه الوجه والفكين، اضافه طبعا للحاجات المتعلقه بجراحات الفم والاسنان، ودي يعني التعاملات الصغرى بالنسبه للتخصص.